ايه احسن نوع سبوت تجيبه لشقتك؟ طب متوسط سعر السبوت الكويس كام؟ طب هو انا ينفع اعتمد على السبوتات دي كمصدر اضاءة اساسي؟ كل الاسئلة دي هجاوبك عليها وهقول لك كل المعلومات اللي انت محتاج تكون عارفها وانت بتشتري السبوتات. فما تنساش اللايك والفولو والشير ويلا بينا. اختيار السبوتات من اهم القرارات اللي هتاخدها وانت بتشطب شقتك. طب ايه هي انواع السبوتات وايه مميزات وعيوب كل نوع؟ في نوعين اساسيين من السبوتات، السبوت المدمج والسبوت المنفصل. السبوت المدمج بيكون زي ده كده، بيكون السبوت عبارة عن قطعة واحدة بتنور مع بعض، ولما بتبوظ بتغير القطعة كلها مع بعض. أما بقى السبوت المنفصل بيكون متكون من 3 أجزاء رئيسية. أول حاجة هو جسم السبوت أو الشاسيه بتاع السبوت نفسه، وده بيكون متوفر بأشكال كتيرة جدا. تاني حاجة هي لمبة السبوت، ودي بتكون موجودة بأنواع كتيرة ودرجات إضاءة مختلفة زي ما أنت عايز. تالت حاجة هي الدواية اللي بتركب فيها اللمبة. طب إيه بقى مميزات وعيوب كل نوع؟ السبوت المدمج ده أنا مش شايف فيه أي مميزات غير إن سعره أقل من التاني، اما عيوبه فهي كتيره. خلينا متفقين انك سواء اشتريت سبوت مدمج الجوده بتاعته قليله او الجوده بتاعته عاليه، فهو هيجيله وقت وعدد ساعات تشغيله هينتهي وهيتحرق، وهنا هتبدا المشكله. اول حاجه لو انت مالكش علاقه قوي بالكهرباء فانت مش هتعرف تغيره لوحدك، هتضطر انك تجيب فني او كهربائي عشان يغيره لك. تاني حاجه لما تيجي تشتري سبوت بداله هتضطر انك تجيب نفس السبوت من نفس الشركه ونفس الماركه ونفس اللون ونفس درجه اللون كمان، ودي حاجات مش ممكن ان هي تتوافر مع بعض غير قليل قوي. تخيل معايا كده ان انت قاعد في ريسبشن او قاعد في اوضه فيها حوالي 20 ل 40 سبوت، منهم 4 أو 5 كده شكلهم أو لونهم مختلف، هنكون بوظنا الشكل الديكوري كله. أما بقى السبوت المنفصل هو ملوش أي عيوب، مميزاته هي بالظبط عكس العيوب بتاعة السبوت المدمج. أول حاجة إن السبوت ده مش هيتحرق فيه أي حاجة ومش هيبوظ فيه أي حاجة باستثناء اللمبة، ودي سهل ان انت تعرف تغيرها لوحدك من غير فني. تاني حاجه ان احنا هنحافظ دايما على الشكل الديكوري، لان الشاسيه بتاع السبوت ده عمر ما هيحصل له اي حاجه، فمش هنضطر ان احنا نجيب شكل مختلف ونحطه في النص. تالت حاجه السبوت المنفصل ده هتلاقي فيه منه فرايتي واشكال والوان كتيره جدا. طيب ايه احسن بقى انواع السبوتات؟ لو انت برضو مش هتسمع الكلام وهتجيب السبوت المدمج فحاول دايما تجيب حاجه نظيفه، بلاش الحاجات اللي بيبقى من غير ضمان او بضمان سنه. خليك دايما في الشركات الكبيره اللي بتدي ضمان سنتين او 3 او حتى 4 سنين. واحسن انواع السبوتات المدمجه اللي موجوده في السوق هو السبوت السراج والسبوت الاليوس. طب لو انت بقى هتجيب سبوت من السبوتات المنفصله، انا هسيب لك انت الحته بتاعت الشاسيه لان دي حته ديكوريه وانا ذوقي غير ذوقك، اختار الشكل اللي يعجبك. اما بالنسبه لللمبات فانت هتلاقي لمبات زي ما تحب، هتلاقي من اول 15 جنيه و10 جنيه لحد اللمبات العاليه زي فينوس واليوس وسراج اللي بتكون في حدود ال 50 جنيه. بس كده، يا رب تكون استفدت. ما تنساش اللايك والفولو والشير، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي اسئله.